عايزة اتكلم عن تأثير الكلمة وقوة الكلمة وطاقة الكلمة. احنا زي ما احنا متفقين ان كل حاجة في الكون عبارة عن طاقة. everything is energy. فالكلمة اللي احنا بننطقها، فالكلمة عبارة عن ايه؟ الكلمة منطوقة او مكتوبة. احنا مش هنتكلم بقى، وكلمة مكتوبة جدا مؤثرة كمان مش هنتكلم. وسبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وقال نون والقلم وما يسطرون. بس انا هتكلم النهاردة عن الكلمة المنطوقة، واللي هي طالعة من شكر الحلق. شكر الحلق هي شكر الإبداع. يعني دايما تلاقي المبدعين، السبيكرز، السياسيين، الفنانين، المهم أي حد مؤثر بيبقى عنده شكر الحلق جدا قوية، والكلمة اللي طالعة من الفم بتاعه جدا مؤثرة، وذبذبتها جدا بتبقى مؤثرة، وهو عارف مدى هذا التأثير. وده بيخليني يعني ارجع سبحان الله، قبل ما ادخل اصلا ولا ادرس اي حاجه عن الطاقه خالص، كان اللي يعرف الباك جراوند بتاعي ان انا شويه بحب التصوير، وكنت دارسه كتير قوي في التصوير، وكان عندنا مشروع. يعني انا افتكر حاجه زي كده، ان احنا كنا عندنا مشروع اننا يعني بنعمل حاجه اوت اوف ذا بوكس خالص. فانا طلعت في دماغي ان انا اعمل حاجه عن طاقه الكلمه. سبحان الله، يعني تخليك تحس قد ايه الكلمه دي قويه، وقد ايه بقى ان انا عملت المشروع ده تصوير، وعملت عليه بالالوان، وكتبت مقال، ورحت جايبه فيديو وحطاه، وحاطه فيديو وسبيكر عليه ان هو بيتكلم عن معنى الكلمه. كل ده انا قعدت افتكره، سبحان الله، يعني كأن روحي انا بتعرف حاجه زي دي. لكن انا اختياري للموضوع كان اختيار من منطلق فني، مش اي مش من وعي بالطاقه، وسميته كده طاقه الكلمه. سبحان الله. فده بيرجعني اصلا لنقطه مهمه، وكان ايهاب حمارنا اتكلم عنها وولعت في دماغي. قال ان الكلمه دي عباره عن مرايه. الكلمه اللي انت بتقولها عباره عن مرايه للي جواك. فالموضوع ده جدا استوقفني، يعني الكلمه اللي انا بنطقها هي عباره عن مرايه للي جوايا. طيب صح. على فكره انتوا لو ترجعوا، لو جبتوا ورقه وقلم دلوقتي معايا وكتبتوا كده ايه اكتر كلمات مثلا انت بتقولها، مثلا عن المال، او عن الصداقة، او عن، لو انت سيدة، عن الرجال. هي دي معتقداتك وافكارك المخزنة، اللي انت منتش حاسة، ممكن تكون في اللاوعي عندك، او حاجات مكتسبة من الاهل او من المجتمع او حاجات زي كده. فاحنا صدقناها وخليناها بقت جزء من كياننا. فهي بقت هي الكلمات دي بتعبر عن مشاعرنا ومعتقداتنا وافكارنا المخزنة جوانا دون ما نعرف، من غير ما نعرف. يعني انا مثلا لما رجعت لحاجه زي كده وقعدت افكر، انا دايما لما بتكلم عن الصداقات اقول دايما انا ما عنديش اصدقاء، انا ما عنديش اصدقاء، ما عنديش اصدقاء، انا صداقاتي جدا قليله، انا ما عنديش اصدقاء. فدايما كانت ايه، يعني مثلا لو حتى كونت صداقات كنت اسافر مثلا واسيبهم، كانوا هم يسافروا، كانت تحول بينا الاسباب، كان يحصل لا قدر الله مثلا خلاف او سوء فهم، كان دايما في الاخر انتهي بالامر ان انا صداقاتي جدا جدا محدوده وجدا. يعني مع ان انا شخص يعني ممكن يكون وعندي قيمه الصداقه عاليه، بس انا دايما بردد هذه الجمله، دايما بقولها. فده بيخليك ترجع للي جواك وتشوف انت فعلا مصدق ايه، ومعتقداتك ايه، وافكارك ايه، وده اللي بيخليه بينعكس عليك. زي اللي بتتكلم عن الرجاله دايما كده، ان الرجاله خاينين، الرجاله مش متحملين مسؤوليه، الرجاله دايما بيتسلوا بينا، الرجاله مش عارفه. هي مش هتكذب في حياتها، هي ده معتقداتها عن الرجاله، وهي مش هتكذب في حياتها، وهيبقى الواقع بتاعها بعد كده غير الرجاله السيئين ايا ما كان. فانا هي الفكره كلها ان الكلمه اللي انت بتقولها هي عباره عن شيء جواك انت، وانت معتقده، وانت مكون الافكار دي عنه.